هشام، الوالي دائما في اطار الانتقادات اللي كتوجه للاعمال المغربيه، الزين اللي فيك ها. شفتيه؟ لا صراحة، بكل صراحة ما شفتوش. نعم. ولكن الصدى اكيد لا وصلك. اكيد، لا اكيد. واش هشام يقدر يمثل شي دور في ذاك انا ولو تعطيني مال قارون، مال الدنيا والاخره، انا ما يمكنليش نمثل داك العمل، لان الانسان كيقول الانسان ابن بيئته، وحتى الفنان ابن بيئته. انا اول متفرجين ديالي هو الاب والام ديالي والاخوان ديالي بالفعل. والحي ديالي والزوجه ديالي، وعندي حتى انا الناس. ثالث واحد حاجه، انا كنامن باللي ان الفن عنده رساله. وكاين الناس كيقول لك لا، الفن ما تخلقش باش يكون عنده رساله. لا، انا كنقول لا، كنامن باللي ان الفن عنده رساله، ورساله خصها تكون نبيله وخصها توصل للناس. شحال من الافلام تعرضات وبدلت مفاهيم. يكفي ان نعطيك ابسط مثال، الفيلم ديال انديجان اللي كان عالج ديال المساله ديال الجنود المغاربه ولا الافارقه اللي عاونوا فرنسا في الحرب العالميه. من بعد ما تعرض الفيلم تعطات لهم الحقوق ديالهم. علاش؟ وثاني واحد الحاجه تنقول ان يمكن نسميو ذاك الفيلم اي حاجه الا انه فيلم سينمائي او فيلم فني بعيد كل البعد. على حسب ما شفت ذاك اللقطات القصيره، ذاك 5 لقطات، وهذا الفيلم ما شفتوش. ولكن علامة الدار على باب الدار كيبان انه فيلم بعيد كل البعد على افلام نبيل عيوش، اللي افلام كانت تحترم، وافلام زعما صحيح. وصلت علي زوا للعالميه. مثلا. علي زوا ومكتوب ولولا ولا ولاد سيدي مؤمن، يا خير الله، كانوا افلام في مستوى، افلام تعرضت في مهرجانات عالميه وجابت. هذا الفيلم جوائز. هذا لا يموت له بصله. وباقي لحد الان كيطيح لي السؤال، ما عرفتش شنو كان كيدور في المخيله ولا في دماغ نبيل عيوش باش دار هذا العمل زعما. للاسف، للاسف. للاسف. شكرا للاسف. لك هشام. العفو، لا لا.